البنادول الأزرق شكله عادي، لكن ممكن يعلي ضغطك، يعملك صداع ويبوظ نومك. ناس كتير بتفتكر إن أي نوع بنادول زي التاني، بس خليني أقول لك حاجة. البنادول الأزرق مختلف، في مادة اسمها كافيين مضافة للباراسيتامول، والكافيين بيشتغل على الجهاز العصبي عشان يقلل الإحساس بالألم أسرع، خصوصا في حالات الصداع النصفي. لكن في جانب تاني، الكافيين مش مجرد محفز، ده ممكن يسبب زيادة ضربات القلب، ارتفاع ضغط الدم، أرق شديد، عصبية زايدة. فلو أنت عندك ضغط أو بتاخد كذا حاجة فيها كافيين، قهوة، شاي، مشروبات طاقة، أو عندك مشكلة في النوم، البنادول الأزرق ممكن يقلب ضدك. كمان خد بالك من حاجة تانية مهمة، ناس بتاخد النوع ده من غير ما تبقى عارفة إن فيه كافيين، وبيكملوا عليه بقهوة أو مشروبات طاقة. ودي وصفة مثالية لوجع راس جديد بدل الصداع اللي كانوا بيعالجوه. طيب إمتى تستخدمه؟ لما تكون محتاج مسكن سريع للصداع اللي بيصاحبه خمول، بس من غير مشاكل في الضغط أو القلب. غير كده خليك مع البنادول العادي، أبسط وأمن بكتير. الخلاصة، مش كل بنادول آمن ليك، ولا كل أزرق بيريحك. اقرأ المكونات كويس، وفكر قبل ما تبلع. وإذا وصلت لهنا فنكون خلصنا الإجابة على سؤال جديد من سؤال دوائي. نشوفكم في فيديو جديد، وما تنسوش اللايك والشير، واكتب لنا في التعليقات إمتى آخر مرة خدت البنادول. وسلام.